مع مرور السنوات بيصير الواحد عنده خبرته الشخصية، بالإضافة للخبرة اللي بياخدها من أساتذته ومدربينه يلي دربوه. كل الحب والاحترام لكل أساتذتي. أنا الكوتش هادي. اجت لعندي مرة صبية عم تقلي كابتن الأوزان ما عم تطلع معي، والله مالي قاطعة تمرين، والله مستمرة، والله آكلة منيح، والله مرتاحة، والله آكلة ونايمة منيح. قلت لها روقي على حالك شوي وتعي لنعمل هي التجربة سوا. فهي التجربة هي نصيحة مني لإلكن، لكل واحد محبط، لكل واحد ماله قدران يتمرن من دون أي سبب وجيه. آكل منيح، نايم منيح، وحالتك النفسية جيدة، بس ما طلعت معي الأوزان اليوم. فهي النصيحة مني لإلكم. فهي الصبية كانت عم تلعب كتاف على جهاز الملتي وما طلع مع الوزن، فقلت لها تركي جهاز الملتي وتعي لنلعب بجهاز الهامر كتاف. حطيت لها وزن مقبول، قلت لها عطيني 20 تكرار، عطيني تكرار عالي. لعبت ال20 تكرار وفلتت الوزن من ايدها. هون هي حست انه بلش ينضخ الدم على الكتاف ورجع البامب لكتافها. فانا اعطيتها 20 تكرار مجهدين وليس مرتاحة فيهم. فقلت لها هلا ارجعي لتمرينك الملتي. فرجعت على الملتي ولعبت التمرين تبعها وطلعوا مع الاوزان مثل العادة واحلى شوي كمان. وانبسطت اللعبة اللي عندي وكملت تمرينها. فانبساطها هاد خلاني اعملكن هي الحلقة واحكي لكم هي القصة. فالفكرة اصدقائي انه نحن ببرنامجنا التدريبي احيانا بيكون في تمارين صعبة، تمارين بحاجة اوزان اكثر من غيرها. فممكن حس انه عصلج معي الامر شوي، فانا بترك تمريني الصعب والمركب يلي بحاجة اوزان، بتركه وبروح بعمل تمرين كتير بسيط لنفس العضلة. فهذا التمرين اللي اخترته السمبل هيكون بوزن خفيف وتكرار عالي ومجهد بنفس الوقت. مثلا عم بلعب صدر، ما طلع معي الوزن، اتركه وروح على جهاز الفراشة. عم بلعب بايسبس، ما طلع معي الوزن، خفف الوزن والعاب تبادل، عدات عالية، تكرارات عالية ومجهدة. لأني بحبكم وبحب لعبتنا رياضة كمال الأجسام، بحب وضح لكم كل شي صح بعالم كمال الأجسام. هذا كان كل شي لليوم. استنوني الأسبوع القادم بحلقة جديدة ونصيحة جديدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا كوتش هادي.